اسمع بقى للآخر عشان الكلام ده طالع من قلبي. ناس أعرفهم قالوا لي ياض، بما إنك شاعر ما تسمعنا عن اللي بيحصل في البلاد وبسببه ياما نزلت دموعنا. ما كتبتش حاجة، ده كان الرد. وهم يقولوا ازاي بجد؟ طب لما اكتب هكتب ايه؟ هكتب اني بعيني شايف اخويا وحده قصاد العالم وما اتدخلتش لاني خايف، اني اخترت اعيش مدلول على اني اكون في الجنة شهيد، اني ضعيف واخر اقول والضرب كل يوم بيزيد. قل لي لماذا الابرياء؟ لماذا الاطفال والنساء؟ وبماذا ينفع البكاء؟ مستنيين ايه تاني يحصل؟ ده احنا كل يوم بنخسر، عايزين لمين احنا صوتنا يوصل؟ ومين هيجي ياخد حقنا؟ من غيرنا هيرجع ارضنا. صحيح، كنت عايز اقول لكم انا خسرت جزء من الكرامه، مش انا لوحدي، انتوا كلكم، لاننا اترسم على وشنا الابتسام واحنا يوميا بنتهان. معقوله للدرجه ده انا جبان؟ ازاي لو يوم شفت فلسطيني هقدر احط عينه في عيني هقول له يا اخويا يا ابن ديني اسف لاني سبتك وحيد، اصل احنا خفنا من التهديد. طب هنعمل ايه؟ سؤال مش قايل له اجابه، اجابته سهله. تخيل لو كنا في زمن الصحابه، بص على اللي فات، اقرا شويه عن الغزوات لما تكون اعدادهم قله وبرضه لهم الانتصار، واحنا راضيين بالمذله وبنوهم نفسنا بالاعذار، سايبين ارضنا ازاي محتله. لو قلت ان عربي هيبقى عار. ما تفوقوا شويه يا مسلمين، عندكم بقيتوا غافلين قصاد العالم مذلولين. معقوله الرجاله مش قادرين؟ يقول لك احنا مش ساكتين، بننشر ومش مبطلين، عاملين نتكلم من سنين. طب عايزين صوتنا يوصل لمين؟ ما العالم كله منافقين. وعلى مين عاملين ننادي؟ وبعد السلام هل هبقى راضي؟ وازاي لو يوم لميت ولادي هيجيلي الجرأة ان اقول اني شفت بعيني بلادي بتعاني بس مفيش حلول؟ فاكرين حوار محمد الدرة؟ حصل تاني اكتر من مرة. صدقوني ده مش صبر، ده سكوت بسبب الخوف. ولو كان مكان القبر احسن من ان اشوف بعيني ابشع الجرايم والعالم عامل نفسه نايم، محدش هيقول لهم لا. الاطفال مش باين ملامحها، ولو قلنا كلمة حق السوشيال ميديا بتمسحها. اتهموهم بالارهاب لما دافعوا عن نفسهم، ده انتوا المجد عليها كلام، ده انتوا اللي سرقتوا ارضهم. الجهاد علينا فرض، لازم بايدينا نرد الارض. لو حاسس ان الموضوع كبير فحابب اقول لك الله اكبر، ابدا من عندك التغيير. يلا بينا مش هنصبر، ثق في ربك وقوم معايا. بينا نبدا الحكايه، اياك انك تقول محال واحنا اصلا مش جربنا. ولو في الجنه نكون ابطال افضل مسافاتنا معذبنا. ايد على ايد بتساعد، بينا نضغط على الحكام. ثوره الكل شارك، احنا مش عايزين سلام. الحوار مش طيش شباب، بس كل واحد فينا الساب هيتسأل يوم الحساب. ازاي يا مسلم قادر تسيب يدخل ما بينكم واحد غريب قدر انه يسرق ارضكم وبسهوله عايش وسطكم؟ حاسس اني مش مرتاح، نفسي نعمل زي صلاح. ده اسم كنا سمعناه كتير، لكن وقتها كان غير، كان سجل هاتريك مستحيل في منتخب اسرائيل. لو هلوم حد فانا مش بس هلوم الحكام، انا هلوم نفسي لاني ما عملتش حاجه غير الكلام، ما حلتش غير الدمعه اللي بتطلع وانا بفكر قبل ما انام. لو السلام جاي بمذله ليه هنرضى بالسلام؟ هنقوم مع بعض ونضغط على القاده. الشعب يريد يا النصر يا الشهاده. هقولها تاني، الحوار مش طيش شباب، بس كل واحد فينا ساب هيتسأل يوم الحساب.